تكملة لسلسلة وصفات العيد هنعمل النهاردة السابليه الفرنساوي بثلاث مكونات بس، سهل جدا وسريع والتكنيك بتاعه مختلف تماما عن تكنيك البيتي فور. كمان الفرق بينه وبين البيتي فور ان البيتي فور بيكون ناعم جدا عكس السابليه اشبه ببسكوت الزبدة. بثلاث مكونات بس ومش بيتحط له بيض زي البيتي فور. حقيقي البسكوت ده من احلى البسكوتات اللي ممكن تجربوها وان شاء الله هينجح معاكي من اول مرة. وهنزينه مع بعض باشكال مختلفه وحلوه، وهقول لكم كمان انواع الشوكولاتات اللي ممكن تستخدموها تكون طعمها حلو، فتابعي الفيديو للاخر عشان تعرفي كل المعلومات. ويا ريت لو لسه مش مشتركه في القناه تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على الوصفه. اول حاجه عندي دول 500 جرام من الزبده، يفضل ان نستخدم نوع زبده كويس لان السابليه بيعتمد طعمه على الزبده. تاني حاجه عندي 750 جرام من الدقيق، وبرده نختار نوع كويس ينفع للحلويات. واخر حاجه 250 جرام من السكر البودره. ثلاث مكونات بس سهله وبسيطه والتكنيك بتاعها سهل جدا. اول حاجه انا حطيت الزبده بتاعتي في العجان، وبعدين نزلت عليه السكر، وبعدين هضيف عليه دقيق. مش هضرب الزبده لوحدها مع السكر زي البيتي فور، هحط التلاتة على بعض وبعدين اعجن على طول. الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، ولو ما عندكيش عجان هتضربي الزبده والسكر ضربتين كده بالمضرب الكهربائي عشان نلين الزبده شويه، وبعدين هننزل بكل كميه الدقيق ونبدا نعجن بايدينا. بصوا العجينه في الاول بتبقى مفرفشه كده، وبعد كده مع الضرب هتبدا تلم معايا. انا هنا خلاص خلصت ضرب، هوريكم دلوقتي شكل العجينه وقوامها عامل ازاي. انا مضربتش فيها كتير قوي، انا بس لميت المكونات مع بعض. كذلك برضو لو عملتوها بايديكم لموا المكونات مع بعض كويس جدا. اهم حاجه ان انا عايزه الدقيق يندمج مع الزبده، يعني احسهم ممتزجين ببعض تماما زي ما انتم شايفين كده. بالعجان بقى او بايديكم مش هتفرق. ده قوام عجينه السابليه، بتبقى متماسكه كده لا بنضيف لها ميه ولا اي حاجه. ولو لقيتوها مفرفشه معاكم ومش بتلم يبقى انتوا زودتوا دقيق، فهتحتاجوا ان انتوا تزودوا وقتها الزبده. ولو لقيتوها طريه معاكم يبقى هتحتاج رشه دقيق. اهم حاجه ان انتوا توصلوا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وبرده لما العجان خلصها انا برده لميتها بايدي عشان اتاكد. العجينه دي ما بنسيبهاش ترتاح في التلاجة او نركنها ونعمل اي حاجه، لازم طالما عملناها نشتغل فيها على طول عشان تبقى سهله معانا في الفرد وما تنشفش مننا. دلوقتي بقى تعالوا اقول لكم هنفردها ونشكلها ازاي. انا اخدت قطعه صغيره وباقي العجينه حطيتها في كيس عشان ما تنشفش مني لحد ما اخلصها. انا جبت مفرش سيليكون وتقدروا تستخدموا ورق زبده، وحطيت عليه كيس عشان يسهل معايا الفرد. لازم تستخدموا كيس في الخطوه دي عشان يخلي السطح بتاعها ناعم، وكمان لو ما استخدمتوش كيس هتلزق معاكم. بصوا انا هنا خلاص خلصت، وكمان هوريكم السمك بتاعها. ده سمكها، احنا مش بنتخنها قوي ولا بنرققها قوي. دي بقى اشكال القطاعات اللي انا هستخدمها في السابليه، شبه القطاعات بتاعه الكحك. هتلاقوا اشكال كتير قوي في السابليه في محلات مستلزمات الحلواني. دلوقتي بقى هبدا اقطع السابليه بتاعي. عايزه اقول لكم ان في اشكال كتير قوي للسابليه. في قطاعات معدن عامله زي النجوم ونقدر ان احنا نحشوها مربى، وفي قطاعات عامله زي الطارت، وكمان تقدروا تعملوا اي اشكال يدويه بايديكم. انا عشان كان عندي القطاعات دي فما عملتش اشكال يدويه. ولو عندكم قطاعات الميني بيتزا او قطاعات مشرشره تقدروا تعملوا بيها السابليه. هعمل شويه كده من القلوب وبعدين هوريها لكم دلوقتي، وهوريكم سمكها واحطها في الصينيه. بصوا ده شكلها وسمكها، ما تحاولوش ان انتوا ترققوها قوي عن كده عشان ما تتكسرش منكم بعد الفرن. الكمية الباقية بقى بلمها تاني وبعدين افردها تاني بكيس. طريقة سهلة جدا وبسيطة ومتحتاجش مكونات كتير ولا ضرب كتير زي البيتي فور. كمان نوع الدقيق بيفرق جدا جدا في العجينة، يعني لو اخترتوا نوع دقيق مش كويس العجينة مش هتطلع معاكم حلوة والسابليه مش هيطلع مظبوط. كمان سكرها مظبوط جدا، ما تحاولوش تزودوا سكر. والسابليه ما بيتعملش غير بزبدة، يعني ما ينفعش نستخدم سمنة او زيت. هرص بقى باقي كمية السابليه، وهكون في الوقت ده مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 رف وسط. هدخل السابليه ده لحد ما يتحمر من تحت وياخد لون خفيف قوي من الجوانب. بلاش نطول على السابليه كتير في الفرن عشان ما يتحمرش مننا، وهوريكم شكله بعد ما يستوي عشان تعرفوا انا قصدي ايه. هنا السابليه بعد ما طلعته من الفرن. كل فرن بيختلف عن الفرن التاني في التسويه، اهم حاجه ندخله على درجه حراره 180 رف وسط. بصوا من قدام ابيض ازاي مش محمر، وبصوا الظهر كمان اخد لون جولد حلو. انا مش عايزاه يتحمر اكتر من كده.
دلوقتي بقى وقت التزيين. انا سبت السابليه يبرد تماما او تسيبه لتاني يوم وبعدين تزينوه. انا استخدمت شوكولاته دريم، عملت ميكس بين الشوكولاته الغامقه والشوكولاته بالحليب، وتقدروا تستخدموا شوكولاته غامقه بس او شوكولاته بالحليب بس. كمان شوكولاته سما نوعها كويس جدا وهتبقى حلوه. لازم الصينيه اللي هتحطوا فيها السابليه بعد ما يتزين تكونوا حاطين عليها كيس عشان تطلعوه بكل سهوله. انا في صينيه ما حطيتلهاش كيس لزقت معايا وطلعتها بالسكينه بصعوبه، وكمان حاجات اتكسرت معايا، فعشان كده لازم الاكياس. دلوقتي بقى انا بغطس كده نص السابليه في الشوكولاته، وانتوا بتزينوا السابليه او اي بسكوت لازم تنزلوا الشوكولاته الزياده عشان بعد كده بتكلكع معاكم وبتكتل على البسكوته. هزين السابليه باي مكسرات عندي وهقعد بقى اكمل باقي العلبه تزيين. انا كده خلاص خلصت كل الكميه بتاعتي وزينتها، يا رب يكون عجبكم. جربوه ومستنيه تقولوا لي رايكم فيه. استنوا مني الفتره الجايه باقي وصفات العيد. كانت معاكم مروه مصطفى، ودي قناتي، ما تنسوش تشتركوا فيها لو مشتركتوش في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك للفيديو ده كمان لو عجبتك الوصفه. مع السلامه.